مش قلت لكم ان تلفوني قد له خارب من امس، واليوم اللي قبله انا كنت مشغولة، نزلت في التيك توك والانستغرام والسناب. هنا فاتحة في التلفون هذا السناب والانستغرام. المهم نفتتح الان بعد ما شحنته، دخلت الفيسبوك. ايش فيه يا جماعة؟ ايش فيه ليش هذا كله؟ ايش فيه؟ شوفوا، انا ولا بعمري فتحت هذا الموضوع او ناقشته مع احد، تمام؟ ولا تكلمت فيه، ولا قد طلعت في فيديو أتكلم أو أوضح أو أشتم أو أعطي أي ردة فعل. دائما ردة فعلي هي الصمت، وإني أطنش وخلاص. وغير إنه أنا مش فاضية أصلا أرد، لأنه والله إني مركزة على حياتي، تمام؟ هذا أول شيء. ثاني شيء يا جماعة، مبدئيا أنا حتى لو بنعمل حاجة غلط، تمام، وانتوا شايفينها اني حاجة غلط، تعتبر غلط لي أنا مش بنغلط عليكم. هذا أول شيء. لبعض الناس اللي بيشوفوني إن أنا إنسانة مش كويسة، أنا إذا بنغلط أو أنت شايفني إنسانة مش كويسة، أنا بنغلط في حق نفسي، ما بنغلطش في حقك أو إني اتعديت عليك. هذا أول شيء. حشمة العقل قبل أن تكون حشمة الجسد وحشمة اللسان. اللسان إنك تصون نفسك عن أعراض الناس وعن أذيتهم. يعني لما تيجوا تسألوني، الناس يقولوا لي هدي ليش ما تردي؟ إيش أرد؟ يعني أنا مثلا لو كلب عضني بجي عضه سلامات؟ أبدا مش أسلوبي، ولا عمري بارد ولا شيء. أنا طلعت بس أتكلم بذا الفيديو لأني شفت الناس، شفت يعني الكثير من الناس، المشاهير وغير المشاهير، طلعوا يتكلموا بوستات وفيديوهات ومش عارف ايش. انا مش كويسة اعمل لي انفولو. والله السوشيال ميديا زي الفاكهة، تمام؟ اللي لذيذ منها كله، واللي ما تحبه اتركه خلاص. مش مجبور انك تتابعه، مش مجبور خالص، اتركه. لا تتابعونيش يا جماعة. اللي مش شايفني إنسانة مش كويسة، لا تتابعونيش يا جماعة. والله أنا إنسانة لطيفة وخفيفة على القلب وخفيفة الظل، لا إنسانة بنتعدى على حقوقكم ولا عليكم، ولا أتلفظ بألفاظ سيئة، ولا بنعمل أي حاجة. أنا بس مركزة على نفسي. إذا بنعمل غلط أو بنعمل ذنب، الله يهديني، والله يهديكم أنتوا كمان ويرزقكم حياة ويخليكم تركزوا مع نفسكم أكثر، تمام؟ اللي يقول لي أنت إنسانة مؤثرة على المجتمع، أتفق مع هذا الكلام، أنت كلامك صحيح، تمام. بس يعني هل كل السوشيال ميديا اللي التلفون لو هو بيد أختك أو بنتك، كل السوشيال ميديا كلها، تمام، اللي ما فيها من أغلاط وذنوب وعيوب، ما بحد بيأثر على بناتك أو خواتك لهذه المعنى؟ إيش يا جماعة؟ والله إنكم كبرتم الموضوع زيادة، قسما بالله. يعني أنا أشوف من وجهة نظري، أنا بنعمل حاجة غلط، تمام، أوكي خلاص، متفقين. أنا عشان أريحكم أوكي تمام، أنا هدي شالت الطرحة وهدي مش عارف إيش، وتدريجيا والحلقة الأخيرة والمش عارف إيش، خلاص تمام، هذا صح، كلامكم صح. طيب عشان أطيب نفسكم، بس هل أنتوا المفروض أنكم تنصحوني وتهدوني، يعني تدعوا لي بالهداية، ولا إنكم تلعنوني وتسبوني وتدخلوا في عرضي وتعملوا فيديوهات مش كويسة تسيء لكم أنتوا شخصيا؟ يعني لو أنا ذنبي ذنب واحد، أنتوا ذنبكم ذنبين، ذنبكم وذنبي أصلا أخذتوه. قطعت السنابة في وقت مهم جدا. المهم يا جماعة، أنا إذا عملت غلط أو ذنب، فالذنب هذا أو الغلط أنا اقترفته بحق نفسي. يعني أنت ما بتحاسبش معي ولا بتتعاقب معي، أنت ربي أمرك أنك تنصحني فقط، ما قلكش روح اقذف وادخل في عرض الناس وصور عليهم فيديوهات وسبهم وألف فيديوهات، استغفر الله العظيم، اللي عمري ما بسامحكم فيها بس أبدا. وإن شاء الله ربي يجعلني خصيمتكم يوم القيامة. وعلى فكرة، في يوم من الأيام والله كلكم بتتحاسبوا، كلكم إن شاء الله، بالقانون، لأنه أنا ما عملتش حاجة تمسكم أنتوا، ولا أخذت حقكم، ولا سلبت حقوقكم، ولا سئت لكم ولا شيء. إذا سئت لنفسي انتهى الموضوع. إذا سئت لنفسي زي ما أنتوا تقولوا كذا، أنا سئت لنفسي، ما أسئتش لحد، تمام؟ فالله يهديني ويهديكم،
إن شاء الله، والله يشغلكم بنفسكم أكثر يا رب. وأنتوا عرفتوني كممثلة، وأنا الآن ممثلة برضو محتوى، إن شاء الله تشوفوني عربيا يا رب وعالميا بإذن الله. وعندي أحلام كثيرة لازم أحققها، وأهداف كثيرة لازم أوصل لها، فمش فاضية إني أركز على التعليقات وفلان قال وفلان زعل وفلان قال أنا أثر على أهله وفلان قال إنه أنا مش قدوة وفلان وفلان. خلاص، خذ تلفونات بناتك وأهلك وكذا، اعمل لي حظر من عندهم، تمام؟ واستودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.